سبأ من الحضارات العريقة التي قامت في اليمن قبل الميلاد ب11 قرنا. يحدثنا القرآن الكريم عن حضارة أهل سبأ في قصتين: قصة ملكة سبأ مع نبي الله سليمان عليه السلام بشكل مفصل، والقصة الأخرى تتعلق بمملكة سبأ حيث ذكر فيها ما حل بهم من هلاك شديد. أقدم المراجع التي تتكلم عن قوم سبأ هي المذكرات الحربية التي ترجع إلى الآشوريين في عهد صارغون الثاني. يذكر صارغون في هذه المذكرات دولة سبأ من بين الدول التي كانت تدفع إليه الضرائب، وهذه الوثيقة من أقدم المصادر التي أعطتنا معلومات دقيقة عن مملكة سبأ. تحكي المصادر التاريخية عن قوم سبأ بأنهم كانوا كالفينيقيين يقيمون علاقات تجارية كثيفة مع الجوار. وحسب هذه المصادر فإن أهم الطرق التجارية لتلك المنطقة كانت خاضعة لسيطرة سبأ. عرف عن مملكة سبأ تحضرها، وفي مذكرات ملوك سبأ يرد ذكر الإصلاح والوقف الخيري والإنشاء. سد مأرب الذي ما زالت آثاره باقية إلى يومنا من أهم المؤشرات على التطور الذي كانت عليه هذه المملكة. لقد أنشئ هذا السد وسط الصحراء، فحول المناطق التي حوله إلى أراضٍ خضراء. أقيم السد في عاصمة مملكة سبأ في مأرب. الموقع الجغرافي لمدينة مأرب جعلها إحدى أغنى المدن في المنطقة. كانت مياه السيول تتجمع في الوادي الذي يجري بجوار المدينة حيث بني السد الشهير. استفاد أهل سبأ من سدهم في بداية تأسيس حضارتهم، إذ أنشأوا بحيرة عظيمة لسقاية أرضهم. تطورت الزراعة عندهم ودرت عليهم أموالا جعلتهم يعيشون في رفاهية وثراء. لقد كانت العاصمة مأرب من أجمل مدن ذلك العصر. الكاتب اليوناني بليني الذي تجول في سبأ أخذه جمال الطبيعة فيها فبالغ في مدحها، ووصفها في كتبه بأنها الجنة الخضراء. كان ارتفاع السد الذي أقيم في مأرب 16 مترا، وعرضه 60 مترا، وطوله 620 مترا. ووفق الإحصائيات فإن هذا السد العجيب كان يسقي جوانب العاصمة المترامية الأطراف. بعض الكتب تسمي سبأ باسم واديي مأرب، والتعبير القرآني الوارد في حق سبأ
جنتان عن يمين وشمال. لعل المراد منه بساتين العنب والحدائق الجميلة التي وجدت في الواديين الرائعين. لقد تحولت سبأ بفضل هذا السد وأنظمة السقاية إلى أجمل مناطق اليمن وأكثرها خصوبة ونماء. ونعود إلى القرآن الكريم لنجد الحقائق التاريخية التي مرت، إذ أكدت نتائج الحفريات والحقائق التاريخية كل ما ورد في القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأعرضوا عن دعوة أنبيائهم وأصروا على عنادهم، إذ عاقبهم الله تعالى وانهار صدهم عليهم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. عاش أهل سبأ من بدء ظهورهم في مناطق جغرافية ممتازة انتشرت فيها الحدائق والكروم ومظاهر الروعة والجمال، وكانت منطقتهم من أجمل المناطق لوجودها على الطرق التجارية مما جعلها في غاية الرفاه والغنى. لقد كان من الواجب على شعب سبأ وقد توافرت له من أسباب الحياة أفضلها أن يشكروا الله المنعم المتفضل، ولكنهم لم يفعلوا ذلك بل أعرضوا عن الله، فكان جزاء إعراضهم أن فقدوا كل أسباب الحياة. لقد سوى السيل الكبير العرم مدينتهم بالأرض ودفن حدائقهم تحت التراب. يذكر القرآن الكريم أن العذاب الذي سلط على سبأ هو سيل العرم، وهذا التعبير يوضح لنا كيفية هلاكهم بهذا السيل، إذ معنى هذا أن السيل إنما كان بسبب انهيار السد وتدفق الماء منه. المؤرخ ويرمز كيليري قال في كتابه المسمى صدق ما أخبر به الكتاب المقدس، مؤيدا ما جاء به القرآن من كيفية هلاك سبأ بسيل العرم، فقال: إن وجود السد وبقاء آثار المدينة المهدمة بسبب السيل يؤكده ما جاء به القرآن حول قوم سبأ. السد الذي كان في يوم من الأيام
مصدرا رئيسيا لغنى ورفاه قوم سبأ، كان سببا في هلاكهم ودمارهم عندما طغوا وضلوا. الكارثة التي حلت بسبب سيل العرم حولت المنطقة إلى صحراء قاحلة لا عشب فيها ولا كلأ، وجعلت المنطقة غير صالحة للزراعة، وتعطلت أسباب العيش. كان إعراضهم عن الإيمان بالله وكفرهم به سببا في عقوبتهم. الآثار التي خلفها السيل في المنطقة شتتت أهالي المنطقة، إذ ترك معظمهم ديارهم وهاجروا إلى شمال الجزيرة ومكة وسوريا. لقد تحولت المنطقة العامرة حول السد إلى خراب ليس فيه جليس أو أنيس، وصارت عبرة لكل من أراد أن يعتبر.